السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. أهلا البنات. اليوم راني جبت لكم قندورة عراسي كما راكم تشوفوا. القماش تاعها متوفر في السوق. المتر تاعها ب90,000 المتر. أنا جبت هنايا، شوفوا شحال متر جبت باش تشوفوا. هنا جبت متر ونص تكفيني ستيل كول باتو، صواري كي ستيل حوته وكول باتو. تبعوا معايا وتشوفوا كيفاش نفصلوها. شوفوا اول خطوه نديروها هي نطبقوا القماش تاعنا على 2 بالطول، نطبقوه بالطول. انا عندي عرض القماش اللي هو متر ونص كما راكم تلاحظوا. كما حطيت المتر هذا هو عرض القماش، راح ناخذه كامل ما نقصش فيه. والطول والعرض تاع القندوره، شوفوا عرض القماش متر ونص وعرض تاع القندوره راح نديرو متر ونص، ونطبق على 2 تعطيلي 75 سنتيم مع لا دوبلور اللي راكم تلاحظوا فيه ساتان عادي. جبت انا عادي هذاك حاجه خفيفه ورخيصه، ما جبتش الغالي. والان نبداو نفصلوا على بركه الله. متر حنا هزينا طول القماش، الطول اللي حبيت وانا متر وثلاثة وربعين، متر و44، وتبقى لي هنايا قيمه 10 سنتيم لان القماش اكثر من متر ونص. هزيت معاه التيلو حسبت ونديرو النقطه نتاعنا منين راح نفصلو. ها هي النقطه منين راح نفصل الباطو نتاعي. الذراع راح نحيهم من هاد لاكوتي. الان نبداو نفصلو. شوفوا انا راح نفصل جيت تصدر من الجهه. شوفوا طبقت القماش على 2، هاي كاينه هنا جهه مفتوحه راح نحطها من اللورا باش نحط جهه السنسور. نجبد شويه هاك القماش ونخلي قيمه سنتيم للخياطه ونبدا نفصل. نجبد القماش هكذا باش نخلي قيمه الخياطه. اهو هكذا. وبعد ندير كنخلي بعد ما خليت 6 سنتيم 10 سنتيم من الفوق ندير نقطه هنايا. من بعد نفصل الكتف تاعي. شوفوا نبداو على الكتف اللي هو عندي انا، الكتف تاعي عندي 20 هنا، ها هو 20. انا راح نبدا نفصل الكتف نتاعي من الفوق لان هذه القيمه راح تنقص كامل. ندير هنا 20. شوفوا القيمه راح تنقص من الفوق. ما نفسدوش القماش. من بعد نفصل الباترون الاساس تاعي عادي ما في حتى الاخر، ونهبطوا طول الصدر اللي هو 38. هاكم تلاحظوا ها هي 38. من بعد نقسموها على 2 تعطيلي 19 سنتيم. 19 ونزيد نهبط نزيد 2 سنتيم تعطيلي 21. ها هي 21. شوفوا منين نبدا الكتف تاعي 21. من بعد نزيدوا دائره الصدر تاعنا عند هذه النقطه. يشوفوا منين تبدا هذه حق الكفه نتاع السنسور الخياطه تاع اللورا. الان نديروا حق الصدر عندي انا 98 راح نزيد له 4 سنتيم تعطيلي 102. سمعتوا في لي صواغي ما نزيدوش بزاف لي سنتيم. عندي دائره الصدر 98 ونزيد لها 4 سنتيم تعطيلي 102. كي نقسموها على 4 تعطيلي 26. ها هي دائره الصدر هنايا، اي داخله فيها الزياده وداخله فيها كل شيء. ها هي 26. هنا هو خط الصدر. من بعد درنا خط الخصر. عندي الخصر هو 85 نزيدوا له 4 سنتيم تعطيلي 94. 85 89 نقربوها ل 90 باش ما نديروش هذيك الزياده، ونقسموها على 4 تعطيلي 22 ونص. ها هي 22 ونص. نديرو احنا 22 فقط لاني مش راح نحط لي باس في هذا القماش. ها هي 22.
نحيو هذاك النص ومن بعد نوصلوا هذا الخط مباشره. دائما هذه الفصاله تخليو حق الكتف باش تقدروا تفصلوا. ها ديروا الخط هذا. شوفوا القماش ما يبانش فيه لا تخاص بزاف، مي تبعوا الخطوات تاعي والهضره نتاعي. هنا راح نطلعوا ب3 سنتيم. ها هي 3 سنتيم هكذا 3 سنتيم. وبعد نديروا الخط نتاعنا نتاع الكتف الابط. ها هو كما راكم تلاحظوا منا. ننزلوا هنا، ها هي وين جات لا تخاص. ننزلوا هنا ب3 سنتيم. شوف 2 سنتيم عفوا 2 سنتيم. ونديروا الكتف ها هي. ومن بعد ننزلوا هنا ب3 سنتيم. هاي 3 سنتيم. نديروا العنق نتاعنا نفصلوا لاغوب تاعنا عادي. بعد نبداو نديروا الباطون اللي يسحقوه. شوفوا هنا وصلنا للخصر. الان فوتوا عند دائره الحوض. نهبطوا من الكتف. قيست دائره الحوض لقيتها 60. ها هي 60. هنايا درت 60. ومن بعد عندي دائره الحوض نتاعي اللي هي 112 ونزيد لها هذا القياس المجدود ونزيد لها 4 سنتيم تعطيني 116. وكي نقسمها على 2 تعطيني 28. 4 تعطيني 28. ها هي دائرة الحوض نتاعي. الان نزيدو الركبه نتاعنا. دائره الركبه نتاعنا. شوفوا انا عندي من طول الركبه هو من الكتف لهنا. ها هي عندي 92. شوفوا ها هي 92 الطول نتاع الركبه. لازم تهزوه هنا. ها هو طول الركبه. بعد ما هزينا دائره الحوض وبقات لنا دائره هنا عندنا 28. نقصوا 2 سنتيم عندنا تبقى لنا 26. نهزو هنا 26. دائرة الركبة تاعنا تعطينا 26. هنا الركبة اختياري اللي حبتها تضيق بزاف تزيد تنقص 4 سنتيم. انا نقص 2 سنتيم من دائرة الحوض. ونوصلوا الخط نتاعنا هكذا بهذه الطريقة. ها هي هنا انا نحب ندير على حساب القماش اللي عندي، لان ستيل سمكه مش راح تفصل هكذا يوصل المتراج. لازم تعود عندكم بزاف على الاقل 2 متر. بس انا عندي غير متر ونص. نسحق اللارج هذا اللي عندي فقط نتاع القماش. ها هي شوفوا كيفاش نديروا. نوصلوا من النقطه هذه للنقطه هذه ونديروا الخط نتاعنا. ها مي ستيل حوته ماهوش هي الفصاله نتاعو. انا حبيتها شوي لارج ما حبيتهاش دروات من تحت. وندير هذا الخط. نبدا نزيدو بعد ما ها هي على بالي العلامات ماهيش باينه كلشي راهو يبرك. شوف هذا خط الركبه، هذا خط الحوض، وهذا خط الخصر، وهذا خط الصدر. عندي 1 2 3 4 خطوط. هذه هي اللي راح نفصل بها القندوره نتاعي. الان نطلعوا هنا باش نديروا الباطون تاعنا. شوفوا الان بعد ما هبطنا هنا ب3 سنتيم الان شوفوا راح نزيد نهبط ب7 سنتيم. ها هو 7 سنتيم. تسمى الكميه النزول من هنا من الكتف حتى لهنا كومبلي 10 سنتيم. ها هي النقطه نزلت ب7 سنتيم. ومن بعد اللي حبت تزيد تهبط ديروا شوي هابط تقدر دير. انا 7 دير 9 سنتيم. هنا يتوقف على حساب الرغبه. هنا شوفوا هنا انا راح ننزل من الكتف لهنا ب2 سنتيم. ها هي وندخل ب3 سنتيم. سنتيم. ها شفتوا دخلت ب2 نزلت ب2 سنتيم ودخلت. وندير الخط نتاعنا بهذه الطريقه. ها هو الخط هذا. وراح نحي هذا الزياده اللي 2 سنتيم راح نحيها. ديروا الخط بهذه الطريقه. ها ومن بعد نحيو بالضبط.
الان نبداو في عمليه القص. الان راح نقصو. نبداو اول خطوه، شوفوا نقصو بهذه الطريقه. حطيت القماش من الجهه باش نقدر نقص، كان من الجهه الاخرى ما تقولوش راهي هبطت للاسفل وقصت لاني قلبت القماش. شوفوا هكذا، ومن بعد زيدوا بهذه الطريقه. بعد ما وصلنا للقصه نتاعنا هنا، شوفوا راح نطلعوا ب5 سنتيم. هذه لازم نطلعوا فيها. من بعد شوفوا انا قادر نخليها هكذا مفتوحه هنا على حساب الرغبه نتاع اي زبونه، وعلى حساب الرغبه اللي راح تلبسها هنا. شوفوا هنا على حساب كل رغبه وحده ورغبتها. اللي حاب تكفها تطلع هنا 5 سنتيم وتقص بهذه الطريقه، واللي حابه تطلق لها يبان هذا التيلو تخليها بهذا التيلو، يزيد لها الطول تاعها تخليها. انا الزبونه تاعي قالت لي خلي لي التيلو هذا ما تنحيهوليش، مع العلم لانها راهي هنا راهي تستنى في لاغوب تاعها كيفاش فصلها لها، باش حبيت تعطي المعلومات الكافيه لهذا لاغوب. قالت لي دوك جيت باش نقص، قالت لي ما تقصيش خليه كيما هكذا. راني خليته لها. الان ننتقلوا لا دوبلور. شوفوا انا الذراع تاعي دائره الصدر قلنا نقسموها على 102، نقسموها على 2 تعطينا 26 على 2 تعطينا 6 51 نقسم منها 10 تعطينا 21. شوفوا العرض تاع هذه دائرة اليد تاعها هي 21. ها هي حطيناها. والآن الطول هي تسحق، قالت لي ديري لي 29. وهذه التيلو حاجة زايدة، تخليه حاجة زايدة هكذا. تبعوا معايا هنا. حنا هي حباتو هنايا 29. انا الذراع تاعي العادي راح نهبط هنا ب3 سنتيم. 3 سنتيم. ها هي هذا وحده، هذا نسحقه وهذا نسحق، نهبط ب3 سنتيم باش نفصل الذراع العادي. شوفوا ها هو الذراع نتاعي عادي. ومن بعد راح نزيد، حبيت نطلع ب3 سنتيم هنا حق الزياده اللي راح نحيه من بعد في الباطو، نزيد هذه 3 سنتيم. تبعوا هنايا ها هي، ونهبطوا بهذه الطريقه عند هذا الكتف هذه ونقص. شوفوا درت الذراع تاعي عادي، ومن بعد زدت 3 سنتيم. هذه هبط ب3 سنتيم باش ندير الذراع، ومن بعد نسحق هذه الزياده. هنا ها هو الذراع، وهنايا نخليه لها هكذا ما نقص حتى حاجه. هذا حباتو هكذا الذراع تاعها. شنو هو نحافظوا على ها هو الذراع كيفاش حباتو شويه لارج من التحت. الذراع بعد ما كان كيما هك ها هو زدت هاد الزياده. هذه كيفاش راح نديرو فيها؟ نهبطوا هنا ب3 سنتيم. ها هي 3 سنتيم، ونزيدو نخرجوا هنا ب3 سنتيم باش نحي القوس تاعي، باش نقطع القوس تاعي هنا لانها ستيل باطو هكذا. شوفوا كيفاش راح تعود في القندوره بهذه الطريقه. ها هو ستيل باطو تاعي كيفاش نفصل، راكم تلاحظوا فيه. الان نديرو ننتقلوا لا دوبلور. ها هي لا دوبلور فصلناها
كيما تحطوا دائما القماش على دائما حتى لا دوبلور متر ونص تشريو وتحطوا القماش على هكذا بهذه الطريقه وتفصلوا وتبداو تقصوا على الطرف اللي خيطوا على الاول. انا راح نزيد نفتحوا من الوسط هاد لا دوبلور نتاع الوراء وزيد فصلت الامام. الان راح نفتحوا هذا من الوسط ندير تاع الوراء هكذا طبقوا نفتحوه باش راح نديروا لا فيرميتور منا بهذه الطريقه.